عسلامة ومرحبا بكم في كويزين سحر. رجعت لكم من جديد بوصفة بنينة وهشوشة وطرية اللي هي اليويو التونسي. عنا هوني كاس حليب، كاس زيت، كاس سكر، جلجلين الزينة، زيت متاع قرص، خميرة وسكر فاني، كعبتين عظم وفارينة. حطينا هوني العظم، زدناهم السكر فاني. هوني عملنا قطرات خل باش يتنحى الزفورية متاع العظم. حركنا، زدنا زيت سيترون نحركو، زدنا الزيت، زدنا الحليب وديما نحركو. ومن بعد نزيدو الفرينة بشوية بشوية حتى كشي تتلمنا العجينة. كملنا هون البرتي الثاني متاع الفرينة، ديما نزيدو ونشوفو. زدنا معاهم الخميرة حتى كشي نتحصلو على عجينة طرية. بعد حلينا البات على الطاولة، حطينا رشين عليها الفرينة وحليناها بالقلقال. بعد نعملو الاشكال بالطبع بتاعنا ونحضرهم الاشكال، نحطوهم عليها دور نحطوهم في طبق. وميمتو هون يتحضروا لنا الكعبات. نحضروا زيت سخون باش نقليو، لازم الزيت يبدا سخون. حضرنا هون الزيت، تقلينا كعباتنا وديما ندوروا كعبة بالكعبة، ما خليوش اللي تي باش تروا بعد ندوروها، لا ديما ندوروا ونعاودوا. الفوج الثاني حضرنا شحور زاده اللي هو 2 كيسان ماء عليهم كاس سكر عليهم 2 كيسان ماء وعصرة قارص، نخليوهم للي يغليو. ومن بعد نطفيو عليهم الغاز، واللي لازمنا الشحور يكون سخون. ديريكت طابليو نغطسو بالكعبة ونحطوهم في صحننا. ومن بعد هذاك الجلجلان للزينة. هوني حضرنا الجلجلان بتاعنا باش نرشوه على كعبات اليويو بتاعنا، ونرش عليهم الجلجلان. اختياري، كل واحد شنو يحب يعمل، اللي يحب يعمل جلجلان، اللي يحب يعمل لوز، اللي يحب يعمل جوز هند. بالنسبة لي انا احسن حاجة تعجبني هي الجلجلان. وهوني حضروا كعباتنا مزينين مشخشخين، وبالطبيعة ما تحلى القعدة والماكلة كان معك زيت سيترون.